وادي وصفتنا خلصت، وده الشكل النهائي بتاع الكفتة بتاعتنا. وادي الصوص اللي هيتقدم معاها بدل الطحينة اللي احنا عملناها مع بعض، وهقدمها مع اللفت وليمون معصفر. ويلا بينا بقى ندوق الجمال والحلاوة دي اللي احنا عملناها مع بعض اهو. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. اهي بصوا بقى يا سخنة بسم الله سخنة. بصوا بقى بصوا من جوه اهي ما شاء الله. بصوا جميل ازاي، طريه ازاي وحلوه، بس مقرمشه من بره. وطريه جدا، وانا كنت قاصده ان انا يعني يبقى القرنبيط باين فيها كده. اعملوه بالطريقه ديت ان شاء الله تعجبكم، وهستنى كومنتاتكم الحلوه الجميله اللي زي قلبكم، وتدوقوا معانا وتعملوها قصدي بنفس الطريقه، تبقى طعمه بصوا حاجه كده ما شاء الله تبارك الله. الف هنا وشفا على قلبكم يا رب. وكالعاده قبل ما اقول لكم باي باي، يلا بينا نشوف العظمه دي اتعملت ازاي. وتابعوني، الجديد دايما عندي تكات وصفات دندونه. بصوا الحلاوه، بصوا الجمال، بصوا 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 اطعم من اللحمه والفراخ اهو. ويلا بينا نشوف العظمه دي اتعملت ازاي. بحبكم في الله، انتظروني في فيديو جديد. باي باي. مساء الخير متابعيني الكرام، يا رب تكونوا باحسن حال وادام صحه. احنا عملنا مع بعض القرنبيط المقرمش والكريسبي، وبيبقى يعني طري من جوه او جوسي من جوه كده، يعني بيبقى طعمه جميل حلو قوي. اللي ما شافش الفيديو يرجع الفيديو بسرعه علشان خاطر ده تاني صنف هنعمله من القرنبيط المتبقي عندنا. بصوا بقى يا حبايبي، انا طبعا عملت القرنبيط وتفضل منه شويه زي ما انتم شايفين كده اهو، كده اهو. فايه هروح عامله منه كفته. هروح بصوا انا لا بهرسه ولا بضربه في الكبه ولا اي حاجه. احنا عايزينه برضو عشان لما نيجي ناكله نحس برضو ايه بالطعم بتاعه، فاحنا هنقصه كده. بصوا اهو انا اللي مش ههرسه خالص خالص، ولا هحط عليه اي اضافات ولا اي حاجه، غير حاجه صغيره بس هي اللي انا يعني هستخدمها فيه، مش اكتر من ذلك ولا اقل. اهو بقطعها بالمنظر ده كده اهو، عشان طبعا احنا بناكل كفتة قرنبيط فما ينفعش فيها بقى ايه اي افتكاسات تانية، عشان بس يبقى طعمه باين اهو كده. هروح هنا احطها هنا عندي كده. بعدين عندي هنا بصلايه اوكي، وعندي هنا شويه خضره مشكله مش كتير اهو، هحطهم كده. فاكرين طبعا البهارات اللي احنا قلناها مع بعض اهي. بصوا انا مفضياها في برطمان ازاز صغير اهي، وكاتبه عليه بهارات القرنبيط اهو. ارجعوا للفيديو السابق هتلاقوا هي نفس الحاجات اللي هي انا استخدمها فيها في الكفته بتاعتي اهو. حطيت معلقه مش كتير طبعا، وهرش شويه فلفل ابيض كده اهو. عارفين ان انا بحب الفلفل الابيض كتير في الاكل. حلو كده. وعندي هنا التغطيه بتاعه القرنبيط هي نفس الحكايه، دقيق وهحط عليه معلقه نشا اهو.
بس هحط له بقى ايه اضافه صغيره اللي هي معلقه بيكنج باودر. بصوا ذره صغننه كده مش كتير اهو كده. وهنحط عليه نفس البهارات اللي احنا حطيناها هنا، وليكن اهي ادي معلقه. خلاص كده خلصنا حاجتنا. هقلب بقى كل الحاجات دي كلها مع بعض كده. بس هرش بس ايه رشه الفلفل ابيض كده اهو. وبكده الدقيق بتاعي ممكن تستخدموا دقيق او ممكن تستخدموا بقسماط زي ما تحبوا. انا بستخدم دقيق اصفر على دقيق ابيض، او لو عندي الاصفر بس وعايزه استخدمه مفيش منه مشكله. رجعوا لنفس الفيديو هتلاقوني هي نفس الخطوات. بس احنا هنغير بس اللي هي ايه حطينا يعني قطعناه كده وحطينا عليه البصل وحطينا عليه شويه خضره مش اكتر من ذلك. فاكرين بقى الخلطه دي اللي احنا عملناها دقيق وخضره وحطينا برضو بهارات وعملناها بالميه اهي، برضو متبقيه عندي، برضو كانت موجوده في قلب التلاجة اهي. هستخدمها برضو في قلب الوصفه بتاعتي. اول حاجه هعملها ونقول بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهو هخلط كده الحاجه معايا كده اهو زي ما انتم شايفين. خلوا كله ياخد من التتبيله اللي احنا عملناها اللي هي البهارات اهي مع البصل مع كله اهو. قلبته كده تمام زي الفل. في حتت كده سليمه مفيش مشكله اهي. وبعدين خلطه القرنبيط اهي انا كاتبه عليها برضو عشان انا سواعي بنسى. وبروح حطها كده منزلاها كلها. اللي عايز يشوف اتعملت ازاي احنا عملناها في القرنبيط. كل الحاجات دي كلها كانت باقيه من عندي من وصفه القرنبيط اهو كده. وبعدين هبتدي اقلب كل المكونات بتاعتي كده اهو بسم الله اهو كده كله يتخلط مع بعضه زي ما انتوا شايفين كده اهو. هقلبها شويه كده وارجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي خلاص اهو الكفته عندي بقت جاهزه. اول حاجه هعملها ان انا هروح بله ايدي كده بالزيت اهو كده. وبعدين هروح مشكلاها. عايزه تشكليها كده او يعني بالطول كده اوكي مفيش مشكله. عايزه تدوريها زي ما تحبي اعمليها، دي على حسب راحتك انتي اهو. انا اعملها اهو على شكل الكفته كده اهو. وهنزل بيها في التغطيه بتاعتي. هعمل كمان واحده كمان اهو معاكم برضو اهي. بس اهم حاجه تبقى ايدينا بس ايه فيها زيت عشان نقدر ان احنا نشكل الكفته بتاعتنا سهله. لانها بصوا اهي لانها جوسي خالص. بصوا اهي كده كده اهي بقت جاهزه عندي. وهروح انا بقى عاملاها ايه بعملها كده 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 بصوا اهي. يعني انا مش بحط ايدي فيها خالص اهي. عشان طبعا ما نوسخش ايدينا. ومن خلال شوكة هنرفعها منها كده اهو. وهنحطها على طبق اهو. وممكن لو انتوا حسيتوا ان هي طرية شوية كده اهو كده هتحطوها تاني برضو وتغطوها بالخليط بتاعنا الجميل ده كده اهي. وبقيت عندي الكفتة اهي بالشكل ده. وبرضو التانية برضو لو حسيتوا اهي سهلة جدا تشكيلها، مش بتاخدوا يعني غلبة في الوقت ولا اي حاجة.
كله ان شاء الله مش هياخد مننا اكتر من 10 دقايق وهتكون الاكلة بتاعتنا جاهزة اهو. ايه ده شكلها. خلص الكمية وارجع لكم تاني. بصوا حبايب قلبي خلاص شكلناها اهي ما شاء الله. هنبتدي بقى ايه نحط الزيت، ولو مجرد ما الزيت يسخن معانا اهو هبتدي انزل بالكفتة بتاعتي اهو عادي مفيش فيها اي مشكلة اهو ان شاء الله مش هتفك مننا وهتبقى زي الفل اهي. انا بس بنفض بس ايه دقيق زيادة اهو تتحمر على الوش ده وبعدين نقلبها ان شاء الله على الوش التاني. خلاص كده اهو الوش بتاعي اللي من تحت ده كده خلاص اتحمر. بقلبه بكل سهولة اهو كده سامعين كده اهو عادي خالص خالص خالص. بصوا شكلها بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. شكلها يفتح النفس. لو وصلتي لغاية هنا بقى ما تنسينيش بالدعوة الحلوة اللي من القلب واللايك والشير الكتير علشان يوصلك كل جديد، وان شاء الله تنولي الاجر والثواب من الشير بتاعك اهو. وتابعيني الجديد دايما عندي تكات وصفات تنزيل. خلاص قلبناها كده ماشي الحال. تعالوا بقى ايه نعمل الصوص اللي احنا هيبقى جنبها، لان انا مش عامله طحينه. احنا اتفقنا ان احنا بنعمل تغيير عموما يعني. انا هنا عندي ميه المخلل اهو، ده ميه مخلل الليمون اللي هو بالعصفر اهو. هاخد شويه كده وبعدين هروح واخده معلقتين مايونيز اوكي، وهاخد معلقتين مستردة اهو زي الفل، وهاخد معلقتين كاتشب اهو. حطينا معلقتين معلقتين معلقتين. هقلب بقى الكلام الجميل ده كله مع بعضه كده. ممكن تضاعفي الكمية عادي مفيش مشكلة اهو. دي بدل الصوص ده بدل الطحينة اهو. بصوا ممكن كمان نحط شوية كمان اهي نزود. هيبقى كده 3 معالق كاتشب. هنحط كمان معلقة مايونيز، هنحط كمان معلقة مسترد اوكي. عايزينه بقى خفيف عايزينه تقيل بس هو ده السمك ده كده حلو قوي 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 وبيبقى طعمه حلو جدا. ناقص له بس اضافه صغيره ان احنا هنرش عليه شويه فلفل ابيض او فلفل اسمر مفيش منه مشكله اهو كده اهو. وبقى جاهز عندي ما شاء الله اهو. بصوا بقى بصوا الجمال والحلاوه ده بدل الطحينه. عقبال ما يتحمر معانا الكفته بتاعتنا ارجع لكم تاني.